السلام عليكم أحبائي، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. برحب فيكم منين ما كنتوا عم تتابعوني، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي فتافيت غادة جوجي. لو أول مرة عم تشوفوا فيديوهاتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل شي جديد. وإذا عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا لا تنسوا اللايك لدعم القناة. اليوم حبيت شارككم بأفضل طريقة لكيك التفاح، مناسبة كتير لهالأجواء الشتوية، طيبة كتير مع كاسة الشاي، رح يعجبكم كتير. جربوه واعطوني رأيكم في التعليقات. مكوناته كتير سهلة وموجودة في كل بيت. خلينا نشوف هلأ الطريقة مع بعض. أول شي بدي أجيب تفاحتين مقاس كبير، وإذا عندكم ياهن صغار خلوهم 3. بقشرن بهالطريقة ورح أبشرن بهالبشارة الخشنة. بضيف هلأ معلقة قرفة، معلقة كبيرة، ونص كاسة سكر. تبعوا المقادير بحذافيرها رح تطلع معكم كتير كتير طيبة. بحركهم منيح وبحطها على جنب، وببدأ بعمل الكيك. عندي 4 بيضات، رح أضيف إلهم كاسة سكر، ظرف فانيليا أو معلقة صغيرة فانيليا، وبخفقهم منيح. بدكم بخفاقة الكهرباء، بدكم بهالمضرب اليدوي، ما بتفرق. لا بيض لونهم شوي مشي حالهم. هلأ رح أضيف 200 جرام زبدة ذوبتها بس مي سخنة، زبدة دائبة ذوبتها على الميكروويف بس مي سخنة، وبحرك منيح. بعدها رح أضيف 2.5 كاس طحين. وراح أضيف كمان ظرف بيكنج باودر. وبخلط. بس هي المقادير، ما فيها أي سوائل ولا حليب ولا زيت ولا أي شي. إذا شفتوها لسه سائلة شوي ضيفوا معلقة طحين، رح تكون لازم بهالسماكة. هو طحين عن طحين عم يختلف النوعية. عندي صينية مدهونة بالزبدة، وما برش طحين بس الزبدة. باخد تلتين العجينة وبخلي التلت عندي. بمدها بالصينية بشكل مرتب لحتى يكون كله نفس السماكة. بضيف هلأ التفاح، كمان بواسيه على كل العجينة. وحاولوا لا تجيبوا على الأطراف لحتى ما تحترق وهي بالفرن. هيك بهالطريقة، ما جبت على الأطراف. هون رح أضيف نص كاسة طحين وأخلطها لتصير عندي عجينة متماسكة، أحسن أمسكها بالإيد وأشكلها شلون ما بدي. كمان بعجنها شوي في إيدي، بلم العجينة. شوفوا صارت طرية. رح اخد هاي العجينة اقسمها لنصين، قسمين متساويين. كل قسم رح اقسمه ل4 قطع. رح اعملهم هيك بشكل رول.
وأحطهم فوق التفاح. أنا بحط على الأطراف الأول، بعدها بحط قطعتين بالنص. بهالشكل. كمان هدول تنتين رح أحطهم. هلأ رح أجيب صفار بيضة وأدهنن. هون قطعت معي، رجعت زبطتها. وهلأ رح أدخله على الفرن لوقت ما يعرف الوسط، وفرن محمى مسبقا قبل ب10 دقايق. بياخد معي تقريبا 40 دقيقة، وممكن أقل حسب كل فرن. وهيك طلع معي. شوفوا هاللون الحلو. شعلوا من فوق بس ثواني لوقت ما يعطي لون، هاد اللون الحلو، لون الذهبي الحلو. ما بحسن اوصف لكم الريحة، بتجنن. ريحة القرفة مع التفاح تاخد العقل، ولا الطعم روعة. عن جد اشتهيت الجميع. بتمنى الكل يجربه، وشاركوني وصفاتكم. فعلا افضل تارت التفاح، افضل جاتو التفاح ما هو موجود ابدا على اليوتيوب. اخذت طريقته من جارتي الله يذكرها بالخير، وكانت وصفة رائعة. شكرا كتير، بحبكن كتير.